غادر حلب مع من غادر وتنقل كثيرا حتى استقر به المقام في مدينة بورصة التركية، ولأنها العاصمة الأولى للعثمانيين فقد حمل إليها مصحفه العثماني. 12 عاما قضاها محمد ماهر الحاضري معتكفا على إعداد أول مصحف في العالم محاك على القماش. والله كان يعني لدرجة انه صرت انا يعني اخبط على الطاولة، يعني قد ما كان عندي فرح انه انا انتهيت. طبعا في اخر آية كانت بالمصحف او اخر سورة، ما كنت مصدق انه انا انتهيت حياة. في 12 مجلدا جاء هذا المصحف وبزنة 200 كيلوغرام، لكن ليست هذه كل حكاية ابن حلب الشهباء، فالحاضري لا يكل ولا يمل. كتب ولوحات فنية فريدة كتبها ويكتبها الآن بلا رسوم أو خطوط. يحول الحاضري القماش بإبرة التطريز الذي في يده إلى لوحة فنية، فهو الفن الذي يقول أنه يجيده ولا يجيده سواه. همته في الغربة كما كانت عليه في حلب على الرغم من كل الصعوبات. ما عم نقدر في الوضع الحالي انه نحن ننتشر بشكل اكبر، طبعا بسبب الاوضاع اللي موجوده حاليا في العالم بشكل كبير، وبسبب الجنسيه. انا عم اعاني كثير من هذا الموضوع، يعني شبه صاير في عنا يعني حصار تقريبا، يعني ما ممكن انه ننتشر بشكل اكبر. حكاية الحاضري واحدة من بين مئات بل ربما الآلاف من حكايات السوريين الذين حاصرتهم الحرب وحاصرت معها إبداعهم وعطاءهم. يأمل الحاضري أن يحط الرحال بمصحفه في أحد متاحف العالم الإسلامي بعد أن هاجر وتنقل به كثيرا ولم يجد بعد من يتبنى مشروعه. بكر عطياني، العربية، بورصة، شمال غربي تركيا.